يعني مثلا عندنا من المؤسسين ديال الفكر الاقتصادي اللي كيهيمن اليوم على العالم هو ادم سميث. نعم. الفكر الاقتصادي الكلاسيكي كيأصل على انه الانانيه هي الاصل. طيب هادي ملي كيسمع هذاك الانسانوي الكيوت ان الانانيه هي الاصل في المجتمع، كتجي في شي شكل كيقول لك لا، ادم سميث كيقول لك راه بالانانيه اللي الاقتصاد كيتحرك وبداك الرغبه في تكديس الارباح. هذا راه مرجع. لا، هذا هو المرجع ديال الاقتصاد اليوم. فلان هو صديق مقرب لديفيد هيوم الذي هاجم يعني السببيه بقوه، معروف فيلسوف. فكيقول لك الانانيه هي الاصل، بمعنى كيقول لك انا كناخذ العشاء ديالي بسبب انانيه الجزار، ماشي بسبب الاحسان ديالو. الا عولنا على الاحسان ما كاين اقتصاد، هو يقول. نعم. احنا التاريخ ديالنا بين ان الوقف مؤسسه احسانيه تدير اكثر من اقتصاد. صحيح. لكن على اي حال طبعا كاين السوق. فهو كيقول لك لا، كاين غير الانانيه هي الاصل من الناحيه الاقتصاديه. طبعا كتب واحد الكتاب سميتو نظريه الاخلاق، تيوري دي سونتيمون مورو. لكن سبحان الله الاقتصاد اليوم همش ذلك الكتاب وخدا غير داكشي اللي تقال في ما ذكرش داكشي الاخر. خدا غير داكشي اللي تقال في لا ريشيس دي ناسيون، يعني البحث عن اسباب ثروه الامم او ثروه الامم. فبما ان الانانيه هي الاصل ديال الاقتصاد اليوم، اذا معيار النجاح في المجتمع هو الارباح. كلما الانسان يعني كدس الارباح كلما هو ناجح. صحيح. فين هي كونيه الاخلاق ديال حب الخير للاخر وحب كذا وحب كذا اكثر من هذا الشيء؟ هنا تغيب الاخلاق طبعا يعني بالكليه باش نوصلوا لهذاك الهدف الاول. يعني الا كنا غنوصلوا ليه بهذا السبب هذا، فعلا راه الاخلاق مغيبه هنا اكثر من هذا الشيء. ملي كتشوف مثلا النظره الداروينيه الاجتماعيه، لان النظره الداروينيه ما هي؟ يقول لك البقاء للاصلح، يعني الاصلح والاقوى بين انتخ، لكن ماشي ديما الاقوى هو الاصلح، لكن عموما القوي ياكل الضعيف بصراحه عاديه. لان في النظره ملي كنخرجوا من الاطار الديني التوحيدي الاصلي وكنخرجوا للاطار المادي الالحادي، الجنايه على طفل او اغتصاب فتاه مثله مثل اصطدام كوكب بكوكب، هي جوج الوقائع طبيعيه وقعت، لا معيار اخلاقي. علاش؟ لان العلم لابوراتوار، العلم التجريبي ما كيتكلمش كيقول لك هذه اخلاقيه ولا ماشي اخلاقيه، كيقول لك هذه تؤدي الى هذه. صحيح. فالعلم لا كلام له في الجانب الاخلاقي. اذا ملي كنجيو الكلام مثلا ديال الداروينيه الاجتماعيه، هي اللي كنلقاو عند نيتش وادم سميث الى غير ذلك. فالداروينيه ماشي فقط في الطبيعه، حتى في المجتمع. فادم سميث باش نرجعوا له في الفكر الاقتصادي كيقول لك الضعيف يترك الى الموت، الشركه الضعيفه تترك للموت. ما تقوليش انت يعني خدامين فيها موظفين عندهم وليدات وكذا، الشركه الضعيفه تترك. كيسميها لو كان بواطو، يعني بحال داك الطوير اللي عنده واحد الرجل ما اعرج منها، صافي هذاك يموت بالطبيعه. خلقه هذاك خصو يموت، لان ما كيخليش المجتمع يتطور بالطريقه اللي خصو يتطور. فالقوي ياكل الضعيف. طيب ملي خدينا الداروينيه وحطيناها في الجانب الاجتماعي، مساله طبيعيه ان الامم القويه تسحق الامم الضعيفه. صح. مساله عاديه، هذه هي سنه الطبيعه الداروينيه. وتصور معي دكتور ان يعني نقدروا نقولوا الان في كثير من بلدان العالم يقوم اقتصادها على هذا. طبعا يعني هذا، تخيل معايا انه يعني يولي الحديث عن الغاء كل ما يتعلق بالاخلاق وتتحكم الماديه. فهنا غنوليو يعني نلغي ما يسمى عندنا احنا جات محاولات لتخليق الاقتصاد وكذا، لكن ما دام يعني المعيار هو الانانيه والربح، هذه المحاولات تبقى بحال واحد المكياج، واحد يزينوا به هذا هو. لكن الحقيقه الامر ان في اخر المطاف كيشوفوا الانتاج ديال الدوله. صحيح. هو المعيار. مثلا الا خدينا واحد بقات لنا جوج دقائق خصنا نختموا هذا القضيه ديال مثال اخر. مثلا كيقول لك القانون لا يحمي المغفلين. المغفل نوع من الضعف. صحيح. فالرسول صلى الله عليه وسلم وجه واحد الصحابي قال له في الحديث قل لا خلافه. نعم. واشترط يعني بحال اللي كنقولوا حنا في الدارجه بيعهم قال 3 ايام. نعم. اشترط خيار 3 ايام.
طيب إذا عندنا القانون لا يحمي المغفلين. علاش؟ لأن المغفل نوع من الضعف الاجتماعي والعلمي والطبيعي. القانون نوع من الامتداد لذلك القواعد اللي استمديناها من هذا الفكر، بالتالي القانون ما غيحميكش. نعم. إذا القوي في القانون غيكون الضعيف في القانون. نعم، الضعيف ما عندوش. لكن الشريعة تحمي المغفلين. سبحان الله. الشريعة تحمي المغفلين، بمعنى إذا بيع المضطر مثلا في الشريعة لا يقع. إنسان مثلا عليه ديون مكبل وجا واحد شافه بحال اقتنصه وشرى من عنده مثلا السيارة بربع الثمن ديالها، نعم. ورفعت القضية للقاضي، القاضي يبطل ذاك البيع. لأنه ما يعني بيع غير بيع السوق، بيع المضطر لا يقع إلا بثمن المثل. بارك الله فيك. فهمتي؟ نعم. فالشريعة ممتاز. تحمي المغفلين. ممتاز. بالتالي إلا خرجنا من الإطار ديال الفطرة نعم. كنخرجوا في واحد الإطار اللي ما فيهش شي حاجة سميتها أخلاق كونية. نعم. علاش؟ لأن مثلا العجوز يعتبر في بعض الدول عبء. هذاك الإنسان انتهت صلاحية إنتاجه، الإنتاج انتهى، ما بقاش كينتج. يعني ما كينفعش الدولة. يعني ما كينفع، عيب كنفقوا عليه. ولذلك يعني في بعض الأفكار النيتشاوية هذا ينافي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويحترم كبيرنا. نعم. سبحان الله. فهذا نجده في هذا الفكر النيتشاوي، أنك إذا لقيتي واحد الإنسان يعني معاق على واحد الحافة ديال الجبل نعم. دفعه.